وما في شيء وسخان أصلا، كله 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 بحالته. يعني صدمت في شنطة. هذه يا جماعة شوفوا لي حل معاها. تخيلوا فاكرين لما رحت أنا عيد ميلاد إلين، مو كانت معزومة عيد ميلاد، ولبست هذه الشنطة ومعاها طقمت عباية لونها أحمر. تعالوا تفضلوا شوفوا إيش صار في الشنطة. شايفين المسكات لونها محمر كيف؟ مو بس كذا، لا، هنا شايفين كيف محمر؟ وين كمان؟ هنا كارثة. شوفوا شوفوا شوفوا. أوه ماي جاد. لا لا لا، أنا أمس مسكت راسي صراحة لما شفت المنظر هذا. أنا عارفة إنه اللون الأبيض لون خطير، بس أبدا ما توقعت إنه كذا. يعني يا جماعة أنا لابسة مليون شنطة من هنا، وفي عندي شنط فاتحة ألبسهم، واللون ما يتنقل بهذه السهولة. وما أعرف. وعلى فكرة هذه الشنطة، هذا البراند، هذا المسبح المنزلي شفت كذا واحدة تشتكي من نفس الشيء. في واحدة تقول أنا لبستها لبس واحدة مرة بس، لبسته مرة واحدة، وملابسها اللون طبع على الشنطة. تخيلوا. فقلت يو مسكين ومدري إيش ما تهنت فيها. فجأة اكتشف إنه أنا نفس الشيء. والشنطة هذه سعرها يعني مو رخيص أبدا، سعرها غالي. فليش؟ إيش صاير؟ ليش كذا؟ شايفين كيف انعدمت؟ يعني أنا لا تخلي الألم يوقف يومك. هذا لو اجي شيء، فلازم اروح عندهم الفرع. انا اشتريتها من ماليزيا، بس حروح عندهم لانه يكون عندهم ضمان في العالمي، يعني في كل دول العالم ضمان هم مع بعض. فهروح اقول لهم شوفوا لي حل مع الشنطة حقكم هذه، شوفوا لي حل. ولو قالوا لي تيني ويني مني ويني، حقولوا هذا انا مو اول واحدة اشتكي من هذا الشيء. انا متأكدة انه دائما يجوهم زبائن يشتكوا من هذا الشيء. يعني هم شكلهم مسوي جلدي امتص اللون او ما ادري صراحة. فبس والله أنا مرة كذا ضايقت صراحة عليها، لأنه عندي شنط لونها فاتح مثلا، هذه استهلكتها. هذه فرن كهربائي بسعر دائما ألبسها، أخذها معي في السفر، ما صار لها شيء. فبس والله أتوقع أن اليوم حنطلع المول. الحين الساعة كم؟ 1، لازم نسوي الثانية. والأقوى من الشنطة هذا لاقد من فان كليف الأخضر. البايع لما باع لي إياه ما قال لي إنه لازم تكوني منتبهة وقت ما تاخذي الشاور، وقت ما تتعطري، ما تحطي عليه كريمات، ما تحطي عليه عطور. يعني حرفيا هذا بس ينلبس وقت المناسبة، تلبسوه، تتعطروا قبله، تلبسوه، خلصتوا تنزلوه. أنا لما ألبس مجوهرات أحب ألبسها على طول. يعني شفتوني أنا دائما فيها ما أنزلها. حتى تقولوا الأميرة أنت كيف ترتمي فيها؟ خلاص أكون متعودة إني إيش ألبسها طول اليوم. شوفوا كيف لونه صار. تخيلوا. ما أدري إذا بين لكم، لا هذا المفروض تكون غامقة، أخضر غامق. شوفوا كيف الحجر هذا أكتر نوع حجر حساس. طيب يعني شوفوا كيف مبيض، شايفين؟ يعني أنتوا لما تبيعوا إيش حتخسروا؟ أو لأنهم هم يعني ممكن هم ما يبغوا الزبون يروح، فعشان كده ما يقول. شوفوا بالله. أوكي هذا الإسوارة خربت أكتر من السلسال كمان انعدم، بس الإسوارة أكتر. شايفين البياض اللي فيها؟ هذا المفروض تكون أخضر غامق. تخيلوا. اليوم يا جماعة حتكون زيارات على البراندات اليوم ونتفاهم معاهم لأن الموضوع صراحة يعني أنا أدفع مبلغ وقدره على إسوارة وسلسال، وأنتوا حتى ما تقولوا لي إنه هذه لازم لما تلبسيه يكون إكسترا كيرفول، لأنه أنا ماخذة منهم أشياء كثير وماخذة من عندهم ألوان مرة، ولا عمرهم قالوا لي انه هذا حساس انتبهي ومدري ايش. الاخضر خاصه قعدت اقرا على الاحجار، قريت انه الاخضر من اكثر الاحجار الحساسه عندهم. فهذا حرفيا تلبسوه وقت المناسبات بس وتشيلوه. فاليوم حروح عندهم المحل واوريهم اياه، اقول لهم اياه ما ادري. انا راح اجرب احطه الحين في الالتراسونيك هذا اللي تنظف، بس ما اعتقد انه حينفع، لانه امتصه، يعني الحجر امتص صار باهت، حرفيا صار باهت. الحين حتى الأزرق هذا لسه ما يعني لبسته جديد، بفتكر إنه ما لبسته فترة طويلة، فكمان حسألهم على الأزرق، بس أتوقع الأزرق مو مرة زي هذا. فحوديه عندهم أقول لهم شوفوا لي حل معانا. أنا إيش ذنبي؟ أنتوا ما نبهتوني، أنتوا ما قلتوا لي. أنا لما كنت في فرع لندن هناك دخلت عندهم وسألتهم، قلت لهم عندي كذا وكذا لونه أخضر. قلت لهم البايع ما قال لي ما قال لي. قلت له لا، قال لي هذا غلط صراحة، المفروض البايع ينبهك
إنه هذا الحجر حساس. بس ضايقوني هذول.